فيديو جديد. اليوم ان شاء الله عندنا اقتراح ديال واحد الشوربه بالقرعه والبطاطا. غادي نحتاجوا القرعه مقطعه مكعبات صغيره هي والبطاطا، وغادي نحتاجوا لواحد البصله مقطعه رقيق، وعندنا واحد الفص ديال الثوم، وعندنا جوج قطع ديال الجبن المربع، وعندنا واحد المعلقه ديال الزبده، وعندنا واحد شويه ديال زيت العود. غادي نجيب واحد الطنجره غنوضع فيها شويه ديال زيت الزيتون، تقريبا واحد 2 معالق كبار، ومن بعد غادي نضيف الزبده، غنتسناها حتى تذوب، غنتسنى هاد الزبده حتى تذوب صافي. بعد ما دابت ديك الزبده غادي نضيف البصله، غنشحر هاد البصله مزيان مع شويه ديال الثومه، طبعا مع التحريك باش ما تحترقش لينا. صافي بعد ما تحرقت البصله غادي نضيف دابا ديك القرعه والبطاطا، تما غادي نشحرهم شويه، نخليهم حتى يتشربوا مزيان ديك التتبيله. دابا غادي نضيف شويه ديال الملحه، شويه ديال البزار، انا دائما كنضيف الملحه بيدي، الا ما درتش الملحه بيدي اما كنديرها مسوسه او مالحه. صافي وغادي نقلب ونقص عليهم البوطه ونخليهم حتى يتشحروا مزيان، عاد نضيف الماء. دابا بعد ما تشحرات لي مزيان غادي نضيف الماء باش غادي نمرق حتى نغطي عليها بالماء صافي، وغادي نغطي عليها حتى طيب. لقيتها طابت غادي نضيف دوك 2 قطع ديال الفرماج صافي، وغادي نديها باش نطحنها ونعاودو نتلاقاو. صافي هذه هي الشوربه ديالنا من بعد ما طحنتها. انا بغيتها تبقى لي بحال هكا شويه ثقيله، نتوما لكم الاختيار، الا جاتكم ثقيله ولا شي حاجه ممكن انكم تضيفوا لها بعد شويه ديال الماء مغلي، او تضيفوا بارد وتخليوها حتى تغلى عاوتاني وتقدموها بالصحه والراحه. وهذا هو الشكل ديال الشوربه ديالنا اللي وجدناها، زينتها بواحد شويه ديال الفرماج من الفوق، تقدموها بالصحه والراحه. ودابا غادي ندوزو الوصفه الثانيه اللي هي عباره عن 2 ديال العصائر. بقاو معايا نشوفوا المقادير وطريقه التحضير. عندي 2 حبات ديال الباربه مسلوقين ومنقيين ومقطعين، عندي حبه ديال البنان مقطعه، عندي عصير ديال الليمون، وعندي علبه من الياغورت بنكهه الفاني. هادو هما المكونات اللي غادي نحتاجو. اول حاجه غادي ناخذ الباربه، غادي نوضعها في الخلاط الكهربائي، غادي نضيف عليها البنان او الموز، وغادي نضيف العلبه ديال الياغورت بنكهه الفاني. بالنسبه للسكر انا ما ضفتوش لان عندي الليمون حلو، فبالتالي ما غاديش نحتاج للسكر. كان عندكم الليمون شويه حامض او ممكن نضيفوا السكر، تيبقى على حسب الذوق. صافي وغادي نطحن هاد المكونات. غادي نضيف نصف كميه ديال العصير الاول باش يسهل على العصير انه يتخلط ويطحن مزيان، ومن بعد غادي نعاود نضيف الكميه الثانيه ونطحن للمره الثانيه. صافي كنحصلوا على عصير بهذا الشكل هذا، صدقوني كيجي عصير رائع ومنعش. نتمنى انكم تجربوه. ندوزو نحضروا العصير الثاني اللي غادي نحتاجو ليه المونغ. عندي هنا واحد الحبه ديال المونغ حجم متوسط، عندي نصف لتر ديال الحليب، وعندي علبه من الياغورت بنكهه الفاني. ناخذ داك المونغ غادي نقطعو قطع، نضيفو الخلاط الكهربائي، نضيف عليه العلبه ديال الياغورت،
وغادي نضيف الحليب وغادي نضيف واحد 2 معالق ديال سكر سنيده. نضيف المعلقه الاولى المعلقه الثانيه وغادي نطحن هاد المكونات. بالنسبه للدرجه ديال الختوريه نتوما اللي كتحكموا فيها، ممكن يكون خاتر وكيجي عصير على هاد الشكل هذا، حتى هو كيجي رائع وشهي. نتمنى انكم تجربوه. وهادو هما 2 ديال العصائر اللي حضرنا، تيخرجوا واحد الكميه كبيره ومعقوله، والاكثر من هذا انهم لذاذ. هذا هو الشكل النهائي ديالهم. شكرا على المشاهده، الى فيديو قادم.